عارف النكد؟ هو ماتش النهارده. عارف القرف؟ اهو ماتش النهارده. عارف السخافه؟ اهو ماتش النهارده. ماتش الاهلي وبلديه المحله. انا اقول لك، بص يا سيدي، الماتش بدأ كالعاده، الاهلي مستحوذ وبيضغط وبيهاجم، بس بلديه المحله بتلعب لعب دفاعي بحت، تلعب على الكرات المرتدة. عايزاك تبص كده على أي هجمة للأهلي، تلاقي على الأقل 9 لعيبة من بلدية المحلة جوه المنطقة. بصراحة هم لازم يعملوا كده، علشان آخر ماتش هم كانوا بيلعبوا معانا فيه لبسوا 5. شهادة لله ما ينفعش يفتح قدام الأهلي. قدروا لعيبة بلدية المحلة يقفوا الند بالند مع النادي الأهلي. بصراحة حاجة لازم أحييهم عليها، وقدروا إن هم يطلعوا في الشوط الأول 0-0. ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة. والشوط التاني بقى كان فيه كلام تاني خالص. في أول الشوط برضو الأهلي بيهاجم، وبرضو بلدية المحلة بتدافع، وفرص للأهلي قد كده ومش عارف يستغلها. كهربا بيضيع، ورضا سليم بيضيع، وبيرسي تاو بيضيع، وحاجة مسخرة الحقيقة، لحد يا سيدي ما جت الدقيقة 58 كرة لبلدية المحلة. لاعب بقى بلدية المحلة بيقدر يخلص الكرة من 3 لعيبة من لعيبة الأهلي، بيسددها تسديدة هايلة الصراحة من حدود المنطقة، ولكن حظه كان وحش جدا وبتيجي في العارضة. بيقابلها بقى لاعب بلدية المحلة ماجد هاني، اللي بيرقص الأول وبيعدي التاني وبيشوط شوطة صاروخية وبتزغرط في الجون. ده جون حلو وكل حاجة، بس وأنا بتفرج ما كنتش مصدقة نفسي الصراحة. قعدت متنحة كده حبة، هي بلدية المحلة فعلا جابت جون في الأهلي والنتيجة 1-0 لبلدية المحلة؟ وقعدت شوية كده لحد ما رجعت تاني لأجواء الماتش، وكمان بلدية المحلة رجعت برضو لأجواء الماتش وكانوا طمعانين في الماتش. ابتدى تاني هجوم الأهلي، وابتدى برضو فرص تيجي للأهلي بس ما بنعرفش نستغلها، وبيجي جون للأهلي وبيتحسب اوفسايد. وبيجي وقت التبديلات بقى، كولر بينزل لنا مودست عشان يجيب اجلنا خالص. مش كفايه علينا الماتش؟ لا، انا هخلص عليكم بمودست. ده بتجيله كوره يا مؤمن، لو كان لعبها بوش رجله الخارجي كان زمانها في الجون. بس ليه وليه بقى؟ ليه وليه؟ هو انا هفرحكم؟ انا لازم انكد عليكم. وبعدها في الدقيقه 76 بيغير امام عاشور وبينزل عمر كمال عبد الواحد. في الدقيقه بقى 79 عمر كمال عبد الواحد بيجيب جون التعادل للنادي الاهلي. وبعد الجون وقعنا شويه في مصيده التسلل، كل كوره اوف سايد اوف سايد اوف سايد، كنت هتشل. وفين بقى لما الحاج مودست بيجيب الجون الثاني للنادي الاهلي في الدقيقه الثامنه من الوقت بدل الضايع؟ لا وايه، بلديه المحله زعلوا قوي ان احنا جبنا الجون ده. لا وايه تاني، ابتدوا يضغطوا في اخر دقايق. لا وايه تالت، كان ممكن يجيبوا جون التعادل لولا الله يستروا مصطفى شوبير. لولا الكوره اللي شالها كان زماننا دلوقتي متعادلين. يا مالها بلديه المحله قلبت على البرازيل كده ليه؟ بصراحه برافو لرجاله بلديه المحله، وبرافو برضو للحكام بما انهم غلسوا علينا، بس الحقيقه كل قراراتهم كانت صح وحكموا الماتش حلو جدا. يا رب كل ماتشات الدوري المصري يبقى التحكيم كده، ما يبقاش لناس وناس. اقول لكم الماتش ده كان عايز ايه؟ كان عايز نشوط من بعيد زي الماتش اللي فات كده، تسديدات قويه من بره المنطقه او من على حدود المنطقه. وبصراحة أكتر بقى عدم وجود وسام أبو علي عامل تأثير، على الأقل بيلاقي حلول. مشكلة عندنا في الهجوم، طالما الكورة بتتنقل كويس من نص الملعب لحد قدام، يبقى المشكلة هنا مش في نص الملعب. المشكلة ان احنا ما عندناش البني ادم اللي بيخلص. بتيجي فرص كتير للاهلي بس للاسف مش بنعرف نستغلها. مش عارفة لحد امتى هتفضل المشكلة دي موجودة في النادي الاهلي. يا كولر، احنا داخلين على نهائي افريقيا، مش هيبقى فيه الرفاهية دي ان حضرتك تضيع الكور بالمنظر ده. بتضيع مكسب سهل من ايدك. ما علينا، اهم حاجة المكسب. مبروك يا اهلاوية، مكسب 2-1 للنادي الاهلي، وعقبال افريقيا. سلام.